اوعى تظن في يوم من الأيام أنه لا خير في هذه الأمة أبدا. الله تبارك وتعالى جعل الخيرية في هذه الأمة. الأمة دي محتاجة إيه؟ حد بس ينفض التراب ده. محتاجة حد عنده صدق، عنده إخلاص، وعنده كلام طيب، يستخرج أروع ما في هذه الأمة. الأمة دي مرت بنكبات لا يمكن أن تتخيلها، لا يمكن. تعرف لما النبي مات صلى عليه عليه الصلاة والسلام، أصبح بعد ما كان معاه في حجة الوداع 120,000. عارف لما النبي مات عليه الصلاة والسلام ارتد الناس عن الدين حتى لم يعد يؤذن في العالم إلا في 3 مساجد بس. الإسلام ضاع؟ ما ضاعش. سنة 417 القرامطة دخلوا المسجد الحرام، ووقف القرمطي بعد ما شال الحجر الأسود يقول: أنا الله والله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وقعد يقول: أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجين. وخد الحجر الأسود قعد عنده 20 سنة مش موجود في المسجد الحرام. أين القرامطة الآن؟ ضاع الدين. القرن السابع، قبل القرن السابع أواخر القرن الخامس، جاء الصليبيون في 9 حملات صليبية. بيت المقدس قعد 90 سنة مع النصارى. رفعت عليه الصلبان. الأمة ماتت؟ ما ماتتش. جاء التتار في القرن السابع، قتلوا في أسبوع واحد 2 مليون في بغداد. حتى ان ابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ وهو بيكتب في الفترة دي قال: ماذا أكتب؟ هل أكتب نعي الإسلام؟ أنعي الإسلام يعني؟ هل مات الإسلام يا شباب؟ لما تبدأ تظن ان الإسلام سيضيع لأجل الكفار اللي هم بيحاربوا الدين، لا، اسمع ربنا قال ايه. شوف بقى الآية اللي تخليك كلك قوة وكلك تفاؤل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يقين في الله عز وجل. عشان كده الجماعة المنافقين قالوا ايه؟ ضر هؤلاء ايه؟ دينهم. مش عندنا غرور، احنا عندنا ايه؟ امل في الله، ثقة في الله، ثقة في وعده، لا نيأس، لا نحبط. عشان كده اخطر شيء الكلمة المشهورة اللي غلط، يقول لك: يا ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. الكلمة دي غلط على فكرة. الكلمة دي أكتر كلمة ضيعت الدعاء وضيعت مساجدنا وضيعت دعوتنا، وخلت كل واحد يقول لك: يا عم مش أمل أصلا، خش الجامعة أكن الناس دي هتهتدي. تهتدي. اسمع الحديث دوت كده. قال صلى الله عليه وسلم: انت الأول مصدق النبي ولا مش مصدقه؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبقى على ظهر الأرض، تاني لا يبقى على ايه؟ على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. أنت مصدق؟ أنا مصدق. جاية والله. الله سيتم نوره. الزم غرض النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مش مسؤول عن النتائج. ربنا فالق الإصباح قادر في ليلة واحدة بس، ليلة واحدة يمكن لدينه ويفتح القلوب لدينه. قادر ولا مش قادر؟ مهما كان الظلام فالق الإصباح. انت بقى عملت اللي عليك، استمسك بغرزه. عشان كده النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ اسمع الحديث الجميل دوت واختم بيه: لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الأمر غرسا يستعملهم في طاعته. تاني الحديث: لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الأمر، في هذا الدين، غرسا يستعملهم في طاعته. انت بقى عايزينك النهاردة تبقى أحد هذا الغرس. عايزك تبقى انت غرس من غرس رب العالمين في هذه الأمة، بحيث الناس ترى فيك الثمرة، ترى فيك الثمر، تؤتي أكلها كل حين. إذا رؤيت ذكر الله عز وجل. لحد امتى تبقى انت مجرد مستهلك؟ امتى تبقى منتج؟ امتى تغير فيما حولك؟ صدقني والله ما أيسر هذا الدين. محتاجين بس حد يشيله بحق ويحمله إلى الناس. سيفد الناس إليه ركبانا ووحدانا وآلافا وملايين، لأن الله تبارك وتعالى وعد: ومن أصدق من الله قيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل عنا ظلام الظالمين
وظلم المجرمين. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.